الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين. أحبتنا الفضلاء، السادة العلماء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكر الله للقائمين على أمر هذا الملتقى المبارك خير ما يجزي عباده الصالحين. النصرة منهج إيجابي بناء لا يعتمل ويعتمد ردة الفعل، وإنما يقوم على سعة المفهوم وتكامل المنهج وشمول العطاء وسعة الأدوار، ويقوم كذلك على المبادرة والمبادئة بالفعل الإيجابي البناء. إن الإساءة قد تقع من العدو الظاهر وقد تقع من العدو المستتر، وأخطر إساءة هي التي تقع من بين جنبات أمة الإجابة قبل أمة الدعوة. إن سوء الفهم لمقاصد هديه صلى الله عليه وسلم يقع من باب الصد عن سبيل الله، وإن سوء التنزيل لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم باختلالات في الواقع يكون من باب الصد عن سبيل الله. لذلك أرى أن نوسع مفهوم النصرة، وهي كلمة وردت في القرآن الكريم في أكثر من 70 موضعاً بسياقات بنائية شاملة ضمن المنظور الحضاري الكلي في نسقه العام للأمة المسلمة. ولذلك يتوجب علينا أن نسعى بالنصرة في محورين: محور أمة الإجابة ومحور أمة الدعوة على السواء. أولاً علينا أن نصحح فهمنا للسنة النبوية من حيث توثيق نسبة الأقوال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بالصحيح المتفق عليه بعيداً عن الموضوع والشاذ الذي لا يقبل. إذا صحت النسبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيتعين علينا صحة الفهم لمراده عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد التأصيل نتوجه إلى عالم التنزيل فنحسن التنزيل لهديه صلى الله عليه وسلم في مساحات كثيرة. إن اليوم ونحن نشكو هذه التوجهات الصادرة من الغرب، ولا نعمم، لأن القرآن علمنا في الهدي ليسوا سواء. الغرب هنالك نتحدث عن الغرب الشعوب، وهي مجهلة بفعل الترسانة الإعلامية التي شوهت حقائق هذا الدين العظيم والنبي الكريم. وهذا يستدعي وقفة جادة في أن رسالة البلاغ من قبل أمة الإجابة فيها شيء من التقاصر، وإنما يستدعي ذلك منا بذل جهد مضاعف. الأمر الثاني: إن تصحيح كثير من المفاهيم المختلة في السنة النبوية. إننا نشاهد اليوم هجمة على السنة النبوية ممن ينتسبون إلى الإسلام، التشكيك في السنة النبوية في كونها وحياً من عند الله عز وجل، والتشكيك في السنة النبوية من حيث أنها تمثل مع القرآن الكريم وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. كذلك التشكيك في السنة النبوية من حيث الرواه، وهم الصحابة الذين شهد الله بعدالتهم وبصدقهم، وهم نقلة القرآن إلينا ونقلة السنة إلينا نقل التواتر جيلاً عن جيل. يتعرض مقام الصحابة إلى التشكيك والتوهين، وكذلك التشكيك في البخاري ومسلم وأئمة الحديث وأعلام الأمة. كل هؤلاء تحدثوا في سياق
هذا التضعيف من كيان السنة النبوي ومن جنابه عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي علينا التصدي الواعي بتصحيح المفاهيم في عالم التأصيل وبتصحيح المفاهيم في عالم التنزيل، وأن نجعل من مفهوم النصرة مفهوما واسعا بنائيا. وإن أكثر ما يصد الناس عن سبيل الله من أمة الإجابة هو أننا ندعو إلى قيم على صعيد النظر، لكننا نباينها على صعيد الممارسة والعمل والتطبيق والتمثيل. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعل. انتهت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة التي لخصها في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف نجسد مكارم الأخلاق على مستوى أمة الإجابة وأمة الدعوة ليكون ذلك سبيلا لنصرته؟ المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.